قال الشاطر لازم يبقى شاطر في كل حاجة. ده واحد مدير مدرسته قال له لما تكبر يا إما هتبقى ورا القضبان في السجن، يا إما هتبقى مليونير وتبقى حاجة كبيرة قوي. وفعلا بقى مليونير. سقط في الرياضيات وهو في ابتدائي 3 مرات. 3 مرات يا سيد. بس لما تم ال24 كان مليونير. شوف ازاي، سبحان الله. ايه بقى حكاية ريتشارد برانسون صائد الفرص مؤسس امبراطورية فيرجن؟ اتولد سنة 1950 لأسرة بسيطة وغير ميسورة. كانوا عايشين في منزل متنقل زي عادل إمام في فيلم كراكون في الشارع. والده كان بيشتغل محامي. ريتشارد ما كانش شاطر أبدا في المدرسة، لدرجة إن هو سقط في الرياضيات في ابتدائي 3 مرات، ومعرفش حتى يتخرج من 6 ابتدائي، وفضل في المدرسة لحد ما بقى عنده 16 سنة. وقتها ساب المدرسة واتفرغ للتجارة. ابتدى في بداية حياته شوية مشاريع فاشلة، إيش يبيع بغبغانات، وإيش يشتغل في الأشجار بتاعة الكريسماس ويفشل، لحد ما بدأ أول مشروع ناجح ليه الحمد لله، وكانت مجلة اسمها الطلبة. فضل مستمر في المجلة دي لمدة 3 سنين، لحد ما فكر في فكرة تانية وعمل مشروع جديد. ما هو لحد دلوقتي ما بيبطلش يفكر وما بيبطلش يعمل مشاريع جديدة. ريتشارد اشتغل تقريبا في كل حاجة. ما طولش عليكم وقولي طولي، في السبعينات لا كان في فلاشات علشان نسمع أغاني، ولا كان في حتى السيديهات اللي بنحطها في الكاسيت. كان في حاجة اسمها الجراموفون. الجراموفون ده طبعا لا يوعى عليه جينزي ولا حتى الميلينيال. كانت عبارة عن سيدي كده كبير وتقيل بيتحط في الجراموفون، تبتدي المزيكا تشتغل والناس تبتدي تصوت. ريتشارد شاف ان ده مشروع ناجح وهيكسبه، وابتدى اول حجر اساس في شركة فيرجن، شركة الاسطوانات اللي بتبعت الاسطوانات ديليفري لحد البيت عن طريق البريد. فضل الموضوع مكمل وناجح لحد عمال البريد عملوا اعتصام وقالوا والله ما احنا شغالين. الراجل يعمل ايه ويوصل للناس ازاي؟ كان تحدي، وعلشان هو طول عمره بيحول اي تحدي يقابله لفرصة ما استسلمش. فتح اول ستور ليه في شارع اوكسفورد في نيويورك لبيع الاسطوانات وسماه فيرجن. ابتدى يتوسع ويكتشف بقى موسيقيين، يكتشف باندات ويكتشف فرق وينتج لهم ويعمل لهم ألبومات. وفضل في الحوار ده سنين وسنين لحد سنة 84 ريتشارد راح في حتة تانية خالص، راح مع السحب والسماء وعمل فيرجن أتلانتيك، خطوط جوية، طيارات يعني، وابتدى ينافس الخطوط البريطانية. ريتشارد في بداية مسيرته عمل شوية حاجات ملتوية، منها ان هو كان بيتهرب من الضرايب، وطبعا اتمسك ودفع 60,000 جنيه غرامة. من الحاجات الملتوية كمان اللي عملها خناقة من تحت لتحت مع الخطوط البريطانية، ورغم ان كان هو اللي غلطان الا ان محدش ماسك عليه حاجة، وفضل وراهم لحد ما غلطوا فيه، طلب تعويض واخد تعويض 610,000 جنيه استرليني. ريتشارد ما كانش بيعمل كده عشان الفلوس، هو كان بس كياد وبيعرف يلعب دور الضحية كويس. واكبر دليل ان هو ما كانش بيعمل كده عشان الفلوس ان هو لا دخل الفلوس دي شركته ولا خدها لحسابه، هو وزع الفلوس دي بالتساوي على كل العاملين في فيرجن. ريتشارد كير قوي على الموظفين اللي عنده وعلى العملاء بتوعه، وعلى طول بيقول طول ما انت بتدلع الموظف بتاعك وبتهتم بيه هيهتم بالعميل بتاعك. ريتشارد كمان بياخد الموظفين بتوعه كل ويك اند يفسحهم على حسابه. الله يمسيه بخير المدير بتاعي. ريتشارد كان كيف عنده ان هو ينافس الكبار اللي في السوق، لدرجة ان هو عمل مشروب غازي وكان بينافس بيبسي وكوكا كولا. المشروع والبرودكت ده ما نجحوش خالص. من المشاريع التانية اللي عملها ستورز بتبيع كل مستلزمات العرايس، مش العرايس اللعبة، العرايس اللي بتتجوز. ريتشارد عنده شركات كتير قوي وعنده مشاريع حققت نجاح رهيب، بس عنده مشاريع تانية فشلت فشل ذريع. منها سنة 1983 بعض المشاريع العقارية اللي خسرته تقريبا 12 مليون استرليني، وقبلها بسنتين كان عامل مجلة اسمها الحدث وبرضه فشلت. بس ريتشارد على طول بيقول إن الذي لا يخطأ إطلاقا لا ينجح على الإطلاق، يعني لازم تقوم وتتلحلح كده
وتشوف الدنيا بتقول ايه وتحاول وتفشل علشان تعرف تنجح. ما هو انت طول ما انت قاعد خايف من فشل التجربة عمرك ما هتوصل للتجربة اللي هتنجح بقى. اما بقى عن الشركات الناجحة اللي عملتها فيرجن، هي شركات الاستثمار. عمل منتج اسمه BEB، خطة الإنصاف الشخصية، حاجة كده الناس بيستثمروا فيها، وباع لأكتر من 75 ألف مستثمر بمبلغ 400 مليون استرليني. ريتشارد تقريبا ما كانش بيصرف فلوس على الإعلانات. ريتشارد مش بس بيزنس مان شاطر، ريتشارد PR شاطر جدا. هو ما كانش بيصرف فلوس على إعلانات، هو كان بيعمل حاجات مجنونة يخلي كل الصحف تكتب عنه وتعمل له دعاية مجانية. زي مثلا انه نط من الطيارة بمظلة عشان يعمل دعاية لشركة الطيران بتاعه، او انه هو عبر المحيط الأطلسي بمنطاد هواء ساخن، او مثلا انه هو كان بيتسلق ناطحات السحاب في نيويورك. من اشهر الحملات الدعائية اللي عملها وقت انشاء فيرجن كولا، وقتها نزل تايمز سكوير في نيويورك بدبابة حقيقية وعمل مجسمات لفيرجن كولا وابتدى يرميها على اساس ان هي صواريخ على المجسمات اللي هو عاملها بتاعة كوكاكولا وبيبسي. ورغم ان المنتج نفسه بعد سنين قليلة قوي فشل واتشال من السوق، إلا إنه عمل حملة دعائية فظيعة قوي فضلت مسمعة ونجحته ونجحت فيرجن نفسها. لما عملوا استطلاع في بريطانيا على فيرجن وعلى ريتشارد، لقوا 96% من البريطانيين عارفين شركة فيرجن كويس قوي، و96% منهم عارفين مين صاحب شركة فيرجن وعارفين مين هو ريتشارد برانسون. لو أول مرة تسمع اسم ريتشارد وما تعرفش شكله وما شفتش صورته قبل كده ولا تعرف قصته، فأكيد الشكل اللي بتتخيل بيه إن هو راجل لابس بدلة وقاعد على مكتب ولا حد بيعرف يوصله، وبيلبس أغلى الماركات وبيركب عربيات معمولة مخصوص ليه. الحقيقة عكس كده تماما. ريتشارد إنسان بسيط جدا وما بيحبش يلبس فورمال ولا يلبس كرافات، وبيلبس على طول كاجوال. مش بس كده، ده هو قريب جدا من الموظفين بتوعه وبيخرج معاهم وبيقضي اجازاته معاهم وبيمشي وسطهم كده عادي وبياخد وبيدي معاهم. مش المدير اللي اول ما يترقى من هنا يدخل المكتب ويعين له سكرتيرة وما يخليش حد يكلمه، وراسلا راس مال الشركة ما يعديش 300 ألف جنيه. ريتشارد برانسون بيحب عيلته قوي، وكان كاتب على اكاونت لينكد ان بتاعه ان احلى وظيفة في الدنيا هي وظيفة الجد. الراجل ده ما سابش فرصة الا ومسك فيها، وما سابش حاجة الا وجربها، بس ما دفنش نفسه في الورق وفي الشغل، لا، واهتم ان هو يعيش حياته، اهتم ان هو يكون عيلة، واهتم كمان بصحته عشان عارف اهمية الصحة، وبيهتم على طول ان هو يلعب رياضة علشان عارف قد ايه دي حاجة بترفلكت بإيجابية على صحته. ريتشارد برانسون صاحب إمبراطورية فيرجن بينصحنا إن نتعلمش المشي بقراءة القواعد، ولكن بالتجربة. جرب وتعلم وافشل وقع وقوم وجرب تاني هتنجح. دي نصيحة ريتشارد برانسون علشان توصل للقمة. ونصيحتي أنا ليك تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وتستنى الحلقة الجاية الأسبوع الجاي.